ازيكم السنه التانية عاملين ايه؟ معانا اخر فيديو في اليونت التانية، وبكده نكون خلصنا اليونت كلها. هناخد الدرس الخامس والسادس، هناخد فيه الكلمات والنوتس، سهلين جدا وفيديو قصير جدا علشان نحل في اخر الفيديو على الكلمات اللي احنا هناخدها. بس ركز كل كلمه بنستخدمها امتى وازاي. تمام. اول كلمه عندي كلمه ممكن تكون طويله شويه بس كلمه مهمه وتستخدمها اكتر من مره وهتبقى سهله جدا بالنسبه لك، اسمها congratulations. congratulations بمعنى تهانينا او مبروك. ما ينفعش اقول ابدا congratulation، ما ينفعش اشيل حرف الاس ده خالص، الاس ده اساسيه في الكلمه. get better بمعنى يتحسن، ودي اخدناها برضو. greetings، كلمه greet يحيي. طب greeting تحيه، هحط لها حرف الاس يبقى كده تحيات، جمع كلمه تحيه. shame خزي او عار، اقول لك يعني من الخزي جدا ان انت مش بتساعد اهلك في الشغل بتاع البيت، من الخزي جدا ان انت مش بتعمل الواجب بتاعك بتروح الدرس عادي، يبقى حاجه كده صفه مش كويسه. well done احسنت، لو انا بقول لحد على حاجه حلوه هو عملها بقول له برافو عليك احسنت. worry بمعنى يقلق، ده فعل منتظم بضيف له اي اي دي عادي جدا لما بشيل حرف الواي. guess يخمن، فعل منتظم. pass ينجح فيه، طبعا انا هنا هستخدم فيه اصلا ضمن الكلمه مش بتاخد معايا حرف جر، ودي هنشرح عليها نوت مهمه جدا، برضو فعل منتظم. prepare يعد او يجهز، زي مثلا بقولك ماما بتعد الغداء او الاكل او تجهز الاكل، فعل برضو منتظم. يبقى عندي هنا 4 افعال في المربع ده بس اخدت لهم دي. عندي ايه كمان؟ كلمة coach كلمة مهمة جدا معناها مدرب، زي المدربين اللي بيبقى مثلا انت بتتعلم رياضة معينة. football practice، انا عايزاك تركز على حرف السي. كلمة practice بمعنى تدريب، لان في واحدة تانية تبقى بحرف الاس معناها يتدرب، وممكن يديني الاتنين في الاختياري علشان يغلطني. لو انا عايزة اقولك تدريب كرة القدم يبقى football practice بالسي. granddad جدي، اختصار كلمة grandfather مثلا زيها بالظبط. hope يأمل او يتمنى، طبعا اخرها حرف اي فانا بضيف حرف الدي بس، برضو بالظبط زي كلمة imagine يتخيل، حرف الاي اخر الفعل فانا بضيف حرف الدي بس، كل دي افعال منتظمة. miss بمعنى يفتقد، يعني حد كده ما شفتوش ليك فترة طويلة فانا بقولك انا افتقدت الشخص ده، بمعنى ان هو وحشني فانا نفسي اشوفه. news اخبار، برضو حرف الاس دي اساسية في الكلمة، لان انا لو شلت حرف الاس تبقى معناها جديد اللي هي new، يبقى حرف الاس ده تبع الكلمة نفسها. بالمناسبة كلمة أخبار بتعامل معاملة المفرد، فلو جات لي في جملة مثلا هختار is. pass an exam يجتاز امتحان، يعني يعدي يعني ينجح في الامتحان. تمام. ولاحظ ان باس ما اخدتش حرف جر. team بمعنى فريق. amazing مذهل. عمان اللي هي عمان ده اسم المدينة عادي. difficult أو hard الاتنين معناهم حاجة صعبة، أقولك مثلا it's a difficult homework، الواجب بتاعي صعب جدا. hear بمعنى يسمع. heard بضيف لها حرف الدي بس، وده فعل طبعا غير منتظم لان انا مضفتش اي دي، انا ضفت حرف الدي بس. في شويه تعبيرات لغويه لذيذه جدا، تعالوا بس نحفظهم مع بعض ونعرف امتى نستخدمهم. لو انا مثلا في حد قلت لك من شويه ما شفتوش ليا فتره، واول ما بشوف بقول له ايه؟ ياه ده كويس ان انا شفتك، او من الرائع رؤيتك. great to see you بنضيف علامه تعجب. great to see you من العظيم جدا من الرائع جدا رؤيتك. how are things تعبير على بعضه معناها الأخبار، كيف الأحوال. how are things كيف الأحوال. how's it going at school أنا بقى بسأل عن الأخبار بتاعتك وأمورك بس في مكان معين، ممكن ما أقولش at school عادي، ممكن أقول how's it going إيه الأخبار، أو كيف تسير الأمور معك، يعني الدنيا ماشية معاك إزاي. يبقى التلاتة دول اللي ممكن استخدمهم لما اجي اقابل حد، وخاصة لو كان الحد ده قريب مني حاجة كده زي اصدقاء. لكن لو حد مديري مثلا في الشغل او المدرس بتاعي ما يفضلش احنا نستخدم الاساليب دي، لان الاساليب دي بنستخدمها اكتر بشكل ايه غير رسمي، يعني مع اصحابنا وناس من سننا. يبقى how is it going, great to see you, how are things. الكلمة اللي بعدها اللي هي next term الترم اللي هو الترم الدراسي عادي اللي هو الفصل الدراسي، ونكست التالي او القادم، يبقى ده next term الفصل الدراسي القادم او التالي. عندي preposition سهلة جدا. speak to مثلا يتحدث الى، دي مش محتاجة. with معناها مع، وtime وقت، مش هقول مع الوقت اقول بمرور الوقت، بس احنا اصلا حتى في العربي بنقول ايه؟ مع الوقت هيبتدي يتعود، يبقى كلمة مع الوقت اللي هي بمرور الوقت. respond to يرد على. congratulations on مبروك على او تهانينا على، يبقى انا عندي to و to with on.
اللانجوج نوتس اللي عندي الوحيده الغلبانه اللي فيهم اللي هي كلمه ينجح فيه. قال لي ممكن اترجم كلمه ينجح فيه باتنين، واحده اسمها pass او pass الاتنين صح، واحده تانية اسمها succeed. بس الشرط الاساسي اللي عندي ان succeed لازم تاخد حرف جر اللي هو ان. pass ما بتاخدش اي حروف جر، عادي جدا اقول لك I passed my English exam، انا عديت الامتحان الانجليزي بتاعي. او succeeded in، يبقى كلمة pass بتساوي succeed. ولاحظ ان انا هنا ضفتها في حرف الاي دي، ضفتها في الماضي، وهنا برضو في الماضي مش مشكلة، ممكن اضيف لها ing، ممكن اضيف لها حرف الاس على حسب الزمن، مش دي مشكلتي خالص. انا مشكلتي في البريبوزيشن اللي هو ان، بيجي مع كلمة succeed مش بيجي مع كلمة pass. تعالوا نحل على الكلمات دي. بقولك it's a نقط that you don't help your parents، انه نقط ان انت لا تساعد والديك. it's a fun من المرح ان انت مش بتساعد اهلك. joy سعادة مثلا، happiness سعادة برضو. it's a shame من الخزي او العار، طبعا هي دي خاصة لو جاي بعدها حاجة وحشة. I نقط you will get full marks in the next exam، انا نقط انت سوف تحصل على درجات عالية في امتحاناتك اللي جاية. يبقى انا اريد ولا انا اتمنى ولا انا اوضح ولا انا اجتاز اللي هي اعدي؟ طبعا انا اتمنى لك ان انت تاخد درجات حلوه. I hope you will get full marks. I'm so happy to see you after these long years، انا مبسوطه جدا ان شفتك بعد هذه السنوات الطويله. I really not you، انا حقا ايه، افوز مثلا ولا اخسر ولا اكسب ولا افتقد؟ انا عايزه بمعنى افتقد اللي هي بمعنى وحشني. I'm so happy مبسوطة جدا. I have not my exams، طول ما انت مبسوطة يبقى انت عديتي من امتحانك. طب انا عندي حاجتين معناهم يعدي او يجتاز، عندي كلمة passed وعندي كلمة succeed، يا ترى هختار مين وليه؟ قلت لي يا مس ان succeed عايزة بعدها ان، انا هنا ما عنديش ان، يبقى لازم اخد مين؟ التانية passed. نقط what I have bought for you، نقط ماذا انا اشتريت لك. اقول لك تحدث ماذا انا اشتريت لك، اصنع ما انا اشتريت لك، اعطي ما انا اشتريت لك، خمن ما انا اشتريت لك. طبعا هقول لك خمن اللي انا اشتريته لك اللي هي guess what I have bought for you. I often help my mom نقط our food، انا غالبا بساعد ماما نقط الطعام بتاعنا. ماما مش هتبيع الطعام بتاعنا، ولا دو مش بتيجي اصلا مع كلمة food، ولا بتصلح الاكل، هي بتعد او تجهز اللي هي prepare food. don't worry ما تقلقش، everything will be okay نقط time، كل حاجة تبقى كويسة نقط time. عايز اقول بمرور الوقت او مع الوقت. لسه واخدينها حالا في ال prepositions with time. teachers should speak kindly نقط their students، عايز اقول يتحدث مع. speak بتاخد ايه في ال prepositions؟ بتاخد to. everyone congratulated me، كل الناس هنأتني او باركت لي نقط passing my math test او exam، عايز اقول الناس كلها باركت لي على اجتياز امتحان الرياضة بتاعتي. طب انا عايز اقول يهنئ على، كلمة congratulate كانت بتاخد ايه في الحروف؟ على اللي هي on. my last trip was نقط، الرحلة الأخيرة بتاعتي مش عارفة كانت ايه، ممكن اقول boring كانت مملة، ممكن اقول amazing كانت مذهلة، terrible فظيعة يعني وحشة، bad سيئة. بس انا قلت لك بعد النقط I will go there again، انا هروح تاني هناك. يبقى مادام انت عايز تروح تاني الرحله دي يبقى اكيد كانت ايه، حلوه. وقلت لك قبل كده برضو لو انت مديلك جمله كامله بعيد عن الجمله اللي فيها النقط، تاكد ان هي دي اللي فيها المفتاح. we always go to our football نقط to keep fit، اهي عايزه اقول ايه، فوتبول ايه، تدريب كرة القدم. كلمة تدريب هيجيب لي واحدة فيها حرف الاس ويجيب لي واحدة فيها حرف السي، ده نفس الكلام اللي انا قلته لك في اول الفيديو. انا عايز كلمة تدريب مش يتدرب اللي هي practice. after the match بعد المباراة the نقط told me that I would be in the football team، بعد ما خلصنا المباراة مين اللي قال لي ان انا هبقى في فريق كرة القدم؟ مين اللي ممكن يديني البرميشن ده او مين اللي يقول لي خبر زي ده؟ اكيد المدرب اللي هي coach. تعالوا طب نشوف المحادثة دي ونشوف ازاي بنحل عليها. الاول قال لي عندك حاجتين بتستخدمهم لما تيجي ترد على خبر حلو، اخبار جيدة او اخبار وحشة. يعني مثلا جيت قلت لك انا اخويا طلع الاول مثلا على الجمهورية او طلع الاول على الدفعة بتاعته، خبر كويس، فانا بقول لك ايه، دي اخبار حلوة جدا، that's great news، هذه اخبار عظيمة. او congratulations مبروك تهانينا. او I'm so happy for him انا مبسوطة جدا علشانه او علشانك لو انت اللي عملت الحاجة الحلوة. او ممكن اقول well done اللي هو احسنت. تمام، يبقى كل دي ممكن ارد عليها بخبر حلو او خبر زواج، خبر نجاح،
خبر حاجات، اي خبر كويس. الاخبار بقى الباد نيوز السيئة، لو انا قلت لك في حد تعبان او حد في المستشفى او حد عمل حادثة او شخص مات، كل دي اخبار سيئة، برد عليها بايه؟ ممكن استخدم واحدة من الخمسة دول. ممكن اقول لك مثلا I'm so sorry I'm sorry to hear that، انا حزين لسماع ذلك او تلك الاخبار، يبقى انا زعلانة انا سمعت منك الخبر ده. I hope he gets better soon، ده لو شخص طبعا بيقول ان هو مريض، ما ينفعش ان انا اختار لها او اختار الجملة دي في حاجات تانية. لو ما يقول لي في حد تعبان او حد في المستشفى او حد تعب امبارح عشان كده انا مثلا غبت من المدرسة، فبقول لك I hope he gets better soon، اتمنى ان هو يتحسن قريبا. It's a shame that you، هنا بقى لو انت عملت حاجة وقصرت فيها شوية، يعني ما هياش مرض ولا خبر وفاة ولا الحاجات دي، انت بتقول انا مثلا كان عندي مقابلة او كان عندي واجب او كان عندي حصة وما عملتش كذا، فانا بقولك it's a shame that you كذا، من المخزل او من المخجل ان انت ما عملتش كذا او ان انت عملت كذا، ان انت مثلا اتأخرت على المدرسة. تمام. that must be difficult لو انت تعرضت لموقف غصب عنك والموقف ده صعب جدا عليك. بتقولي انا اتأخرت على المدرسة واضطريت ان انا اخد مش عارف 4-5 مواصلات لاني فوتت الاتوبيس بتاعي، فالمهم بقولك ايه، طبعا ده خبر مش كويس، فبقولك that must be difficult، من المؤكد ان هذا ايه كان صعب عليك. اخر واحدة don't worry، ما تقلقش، I'm sure things will be أو will get better with time، أنا أخدت كلمة with time في الحروف، وأخدت كلمة get better يتحسن، وأخدت كلمة don't worry في الكلمات، كل ده أنا أخدته. أنا بس هزود عليه كلمة أنا متأكد أن الأمور سوف تكون بخير على ما يرام مع مرور الوقت. يبقى أنا هجمع الجملة دي من الكلمات اللي أنا أصلا حفظتها من أول الفيديو. امتى بستخدم الجملة دي؟ لو أنت مثلا بتقولي على خبر مش في إيدك بس يعني في امل ان هو يتحسن، انا مثلا تعبان وعندي امتحانات الاسبوع الجاي ومش عارفه اعمل ايه، فاقول لك ما تقلقش كل حاجه تبقى كويسه مع الوقت، بس انت ايه، سيب الامور على الله. يبقى انا ممكن استخدم الخمسه دول في الاخبار السيئه وممكن استخدم دول في الاخبار الكويسه. تعالوا نشوف ازاي ممكن نطبق مثلا في المحادثه دي. لو داليا بتتكلم بتقول my mother didn't go to work today، ماما ما راحتش الشغل النهارده because she is ill، لانها مريضه. طبعا ده خبر سيء. قلت لك I am not to hear that، دي انهي صيغة؟ دي الصيغة الاولى. I am to hear that، انا متأسف، انا حزين لسماع ذلك، اللي هي I'm sorry. لو كانت am مش مكتوبة كنت انا هكتبها. She had an interview at the bank، كان عندها مقابلة مع البنك for a new job، علشان وظيفة جديدة. but she couldn't go، بس ما قدرتش تروح، فانا اقول it's a not that she didn't go. ايه الجملة اللي عندي اللي بتبدأ بإتس؟ مفيش غير واحدة بس اللي هي من المخزي او من المخجل ان هي ما عملتش كذا، ده لو انا بلوم شخص او بوبخ الشخص ده هقول it's a shame. she did the interview online from the bed، هي عملت الانترفيو دي على النت منه هي على السرير، يعني اضطرت ان هي تعمله على النت. فبقولك that not be difficult، ايه الجملة اللي بتبدأ بذات وفيها كلمة difficult اللي هي من المؤكد ان هذا كان صعب، فاقول it must او that must be difficult. yes but she got the job، ولكنها حصلت على الوظيفة، يبقى هي نجحت خلاص في الانترفيو، فبقولك that's not news. طيب هي خلاص حصلت على الوظيفة، يبقى ده الخبر الكويس اللي انا هبدأ بيه دلوقتي. عايز ارد بقى بحاجة من الردود الكويسة دي وفيها كلمة that's وفي كلمة news، يبقى اقول انها اخبار عظيمة great news. I'm so happy for her، انا مبسوط جدا ليها، اللي هي دي. she is still not feeling very well، هي لسه ما بقتش كويسة جدا او لسه صحتها مش قد كده، فاقولك don't I'm sure she will get better soon. don't worry، لا تقلق، انا متأكد ان هي هتبقى كويسة فيما بعد او قريبا. تمام. يبقى انا كده كل النوتس اللي باخدها بستخدمها في الاختيار وتصحيح الخطأ، كل الحاجات اللي بناخدها في الفانكشن دي زي مثلا الردود على الاخبار بنستخدمها برضو في المحادثات. انا كده خلاص معاك اليونت كلها المنهج الجديد، فاضل بس ان احنا نحل مع بعض الجنرال اكسرسايزز ونحل التست، وبكده نبقى حلينا كل الاسئله الخاصه باليونت من ملخص جيم. Thank you for listening and watching and see you the following lesson. Bye.